يا الله، صبري ليس بصبر أيوب عند المرض، وتسبيحي ليس بتسبيح يونس في بطن الحوت، وإيماني ليس بإيمان إبراهيم في النار، وثقتي بك يا رب ليست بثقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد في الغار. فارحم يا رب تقصيري وضعفي وخطئي وذنبي، فلا حول لي ولا قوة إلا بك. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير واتم صحه واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقى جيت لكم بفيديو جديد وكمان روتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله هيعجبكم. النهارده الروتين بتاعي بقى كده كله في المطبخ. طبعا هنا كنت الصبح بدري فوديت بقى العيال الحضانه، وقلت بقى ابدا ايه، انضف المطبخ تنظيفه عميقه كده، عشان انا مش عايزه التعب اللي تعبته في تنفيذ العيد يروح كده بصراحه. فقلت ايه، لا انا هخلي ايدي فيه على طول. انا اصلا ايدي في المطبخ بالذات على طول غير باقي الشقه يعني. لان المطبخ من الحاجات اللي لو اهملتي فيها هياخد منك وقت ومجهود، وهيبقى على طول مش نظيف، وتبقى انت نفسيتك مش مرتاحه ان انت تقفي فيه. فانا المطبخ بالذات بحب يبقى ايدي فيه دايما دايما، بحبه نظيف. البوتاجاز بتاعي يبقى دايما نظيف، الدواليب المطبخ بتاعتي تبقى دايما نظيفه، والارض وكده. فانا عندي المطبخ ده اهم حاجه يعني. فقلت بقى انضفه كده تنظيفه محترمه. اول حاجه ده بدات بيها كده، انا طبعا زي ما انتم شايفين انا مغلفه البوتاجاز، فشلت الحوامل بتاعته وغسلتها وسبتها تتصفى، وبدات كده صبنته كده بسفنجه المواعين كويس، ومسحته طبعا، صبنت الظهر بتاعه ومسحته كمان، وشلته خالص من مكانه وكنسته ومسحته وراه، عشان ايه، يبقى الجنب ده كده كله نظيف. وغسلته من قدام زي ما انتم شايفين، بص رجعته جديد تاني. خلاص بقى خلصت كده من البوتاجاز، فقلت ادخل بقى على الجنب ده. طبعا ما كانش عندي مواعين زي ما وريتكم في اول الفيديو، الحوض كان فاضي، لان المواعين زي ما قلت لكم انا مش بحب اسيب مواعين خالص. فهتلاقوني بغسل المواعين كده على طول، ما بحبش اسيبها خالص يعني لما بيبقى عندي مواعين بالليل بغسلها، وانا بعمل اكل بغسل وانا بعمل، فما بيقومش عندي مواعين. قلت بقى ايه، عايزه اغسل كل حاجه على الرخامه حرفيا، يعني عايزه كل حاجه اصبنها كويس. فزي ما انتم شايفين كده بقيت بمسك حاجه كده بالسفنجه بقى والصابون كده، زي ما قلت لكم ان الصابون ده بيغسلني كده من جوايا، منظره كده على الحاجه بحس ان نفسيتي مرتاحه. فمسكت كده كل حاجه وبدات اللي انا اغسلها كده، وسبتها الجنب التاني تتصفى. وهغسل برضو العلب دي اللي هي اللي انا حاطه فيها الاسباتولات والمعالق والمضارب السلك وكده. فغسلتها كده كويس، وبرضه هسيبها تتصفى. وهغسل كمان التانية دي اللي لونها بينك دي. وازازة الزيت والخل برضو عايزين يتغسلوا. انا بغسلهم من بره مش من جوه، يعني من جوه دي كل فتره كده لما الاقيها خلاص فضيت قبل ما املاها تاني، فبغسلها كده بميه سخنه كويس قوي من جوه. انما هي لسه فيها يعني، فبغسلهم كده من بره وبشطفهم عادي بالميه، مش بيدخل لهم ميه ولا اي حاجه. والبخاخه بتاعت الزيت دي الجديده اللي كنت بوريها لكم قبل كده في المشتريات، حلوه قوي بصراحه، من ساعه ما استخدمتها مريحاني في حاجات كتير قوي. غسلتها بقى، والباسكت كمان كده هغسله. وهبدا بقى ان انا انضف مكانهم بقى عشان ارجع كل حاجه مكانها على نضاف. جبت بقى السفنجه كده وبدات اغسل. عايزه اجيب المساحه اللي هي بتاعت الرخامه دي، لو تعرفوها شبه المساحه بتاعت التويلت يعني، بس صغيره كده، بتبقى الرخامه تنزلي منها الصابون الميه. فعايزه اجيب واحده ان شاء الله، لما انزل ابقى اجيب واحده. فبدات كده بقى بايدي اكب ميه كده، وابدا ايه، انزل بقى على الحوض الصابون ده كله. طبعا هنشف بعد ما بنزل الصابون بفوطه كده نضيفه، وزي ما انتم شايفين بعد طبعا ما انشف كويس قوي الميه، هجيب بقى البخاخه اللي معايا دي فيها ديتول وكلور، ومزوداه شويه ميه وشويه معطر كده. ببدا احط منها على الرخامه كده وبقى امسح. عايزه اقول لكم الريحه، مش قادره اقول لكم، ريحه نظافه كده، تحسي ريحتها حلوه كده، بتخلي المطبخ ريحته حلوه. انا بستخدمها في المطبخ بس. انما باقي الشقه بحط بقى، بعمل ايه عشان برضو لما تيجي تمسحي العفش بتاعك او الحاجه بتاعتك يبقى ريحتها حلوه. بجيب الجلانس بتاع الازاز بفتحه وبحط عليه، يعني بنقص من الازازه وبكمل، يعني بنقص من الازازه حوالي ربعها كده، وبكمل ربعها ده معطر، واقلبهم كويس وارجهم كده كويس مع بعض وبستخدمهم. عايزه اقول لكم تيجي تمسحي بقى ازاز، تمسحي العفش بتاعك، تمسحي اي حاجه، مش قادره اقول لكم على الريحه بتاعتها عامله ازاي، بتبقى ريحتها حلوه قوي، تخلي الشقه دايما ريحتها حلوه. بدات ان انا ارجع بقى كده كل حاجه مكانها زي ما انتم ما شايفين. بصوا الرخامه بتلمع ازاي. و رحت بقى على الجنب ده برضو، دول كانوا مغسولين ونضاف، فهنقلهم الجنب التاني لحد ما انضف الجنب ده، وبعد كده هرصهم تاني مكان. يا رب يكون صوت المروحه بس مش مضايقكم، انتوا عارفين الجو حر، فلو الصوت مضايقكم يعني ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. ولو انت بقى اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، اتفضلي بقى كده يا ست الكل، وقفي الفيديو وانزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. واكتبي لي كومنت ان انت
جديده معايا في القناه واكتبي لي انت منين، ولو انتم مشتركين اصلا معايا في القناه اكتبوا لي كومنتات حلوه كتير، واكتبوا لي كل واحد فيكم بيشوفني منين عشان نتعرف على بعض كده. وما تنسونيش بقى في اللايكات الجميله بتاعتكم، عشان اللايك بيرفع الفيديو بيدعمني ويشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر. بدات بقى كده ان انا اغسل الرخامه الجنب التاني كده بالسفنجه. بصوا منظر الصابون، بالله عليكم مش منظر الصابون كده يخليكم نفسيتكم كده مرتاحه ومبسوطين؟ مش عارفه انا بس كده ولا انتوا كمان؟ لو انتوا كمان كده اكتبوا لي في الكومنتات عشان ما احسش اني لوحدي يعني. هبدا بقى انضف كده الرخامه كده زي ما انتوا شايفين، وغسلت طبعا الخلاط والحنفيه الفلتر. هبدا بقى اكب عليهم كده ميه، مش بعرف امسحهم بقى طالما صابون وكده، بقى لازم نكب ميه كده عشان ايه الحاجه تتشطف وتبقى نضيفه. وطبعا غسلت السيراميك اللي ورا الحنفيات وكده، وبرده كبيت عليه ميه. هبدا بقى انزل كل الميه دي وامسح بقى كده ايه بفوطه، اهي نفس الفوطه مع كل مره يعني بمسح بغسلها بشطفها كويس قوي من الصابون وبعصرها كمان، وببدا امسح بقى تاني بيها لحد ما اخلص كل المطبخ، وبعد كده بقى بغسلها وبحطها في الغساله. خلاص بقى كده بصوا اهو بدات امسح بقى كده كويس قوي. وطبعا الحوض غسلته هشطفه بس، وارجع بقى كده كل حاجه مكانها، يبقى الجنب ده كله بقى نضيف. وطبعا في الفيديو ده بس الحتت دي ما صورتهاش معاكم، شلت التلاجة وعملت وراها، وشلت كمان الغساله وعملت وراها عشان يبقى المطبخ وكل حاجه نظيفه. طبعا الادراج عندي مترتبه ونظيفه من ساعه العيد، ممسوحه يعني ونظيفه، وانا كمان ايدي فيها على طول يعني اول باول كده تلاقوني بفضيها طول ما انا واقفه في المطبخ وامسحها وارصها تاني، فمش ما كانوش محتاجين مني اللي انا اعملهم يعني، فالحمد لله كانوا نضاف. والتلاجة برضو مسحتها من جوه، والحاجات اللي ملهاش لازمه طلعتها ورتبتها كده ونضفتها هي كمان. مسكت بقى الصبانه كده اخر حاجه، كنت خلاص بقى صبنت الجنب ده كله، فمسكتها بقى هي اصلا وقعت مني في الحوض فاتكبت، كان في حبه صغيرين اتكبوا، فمسكتها غسلتها برضو كويس. انا بعمل كده كل فتره عشان الصابون لما بيتكون مره على مره على مره بتعمل طبقه كده بيضه، بتبقى وحشه قوي، بتبقى شكل العلبه مش حلو. ففكيتها كده من بعضها وغسلتها كويس، وهسيبها بقى تتصفف. وهجيب بقى ازازه الصابون بتاعي. طبعا كنت عامله معاكم قبل كده الصابون السائل في البيت، كنت جايبه الكيس اللي هو بيتعمل ده، وعملته معاكم في فيديو شورتس هتلاقوها هنا عندي على القناه، فيديو قصير. بس كان عندي انا من الاول بقى، فقلت اخلصه وبعد كده استخدم اللي انا عملته، لان عامله 9 لتر، فملي بيهم ازازه كبيره وشايلاها كده، قلت ايه اخلص دوت الاصفر ده كان عندي كنت شارياه، اخلصه وابدا استخدم التاني. مليت بقى العلبه كده صابون زي ما انتم شايفين، هبدا بقى اغطيها واحطها مكانها. شوفوا العلبه بقت نظيفه وبتلمع ازاي. قلت بقى كده خلاص خلصت، همسك بقى السفنجه دي واغسلها كويس. انا بغير السفنجه دي كل يومين، كل يومين، كل 3 ايام بالكتير يعني بغيرها خالص. بدات اشطفها كده كويس ورجعتها بقى مكانها، يبقى الجنب ده كده بقى زي الفل الحمد لله خلصته. كان فاضل لي بقى الجنب التاني، والجنب التاني نضيف لان كنت عاملاه بالليل، لا كنت عاملاه الصبح وانا بعمل الانشوكس للعيال قبل ما يروح الحضانه، فمسحته كده مسحته الرخام يعني. هنضف بقى الحاجه اللي عليه دلوقتي وهتشوفوا. انا طبعا بحب امسح اول حروف بتاع دواليب المطبخ، يعني افتحي الضرفه كده وامسحي الحروف اللي فوق بتبقى فيها تراب، وكمان عشان انا بغسل مواعين هنا فممكن اي حاجه وانا بغسل مواعين تقع عليها، فانا بحب امسحهم على طول. طبعا بعد ما خلصت جبت فوطه كده نظيفه، وبدات بقى لمعت دواليب المطبخ كلها من بره بالجلانس بتاع الازاز زي ما انا قلت لكم. الجلانس بتاع الازاز احسن حاجه تلمع لك دواليب المطبخ من بره، متخليهاش مجيره، تخليها نظيفه وبتلمع. لو جيتي غسلتيها بالسفنجه بالصابون ومسحتيها بفوطه هتلاقيها بعد ما تنشف هتلاقيها ملطشه كده وشكلها مش حلو، فامسحيها بالجلانس زي ما انا بقول لك كده هتدعيني. خلاص بقى كده بدات امسح علب السكر والشاي دول. شلت بقى الصواني دي من مكانها، وهشيل كمان طقم السكاكين، وهجيب بقى طقم التوابل بتاعي ده وهبدا بقى انضفه. طبعا مش هنضفه من جوه ولا هفضيه ولا اي حاجه، هو كنت لسه منضفاه في العيد، فهمسح بس العلب كده من بره، وهمسح كمان هغسل البتاع دوت القاعده دي بتاعته، بعد كده هرصهم تاني مكانهم. هو اصلا يعني الفوطه مبلوله شويه فبتنضفوا معايا على طول يعني. طقم التوابل ده حلو قوي عملي، لو لقيتوه قدامكم هاتوه على طول، هيعجبكم او هيريحكم كتير. انا جبت كذا نوع وكذا طقم يعني، بس بصراحه ارتحت لده اكتر. هبدا بقى كده احطه مكانه زي ما انتوا شايفين كده، وهشيله برضو من على الرخامه دي خالص. شلت برضو طقم السكاكين، وهبدا بقى اجيب البخاخه دي زي ما قلت لكم الرخامه دي كانت نظيفه، وطبعا ما بوقفش عليها اصلا، اكتر وقفتي على الرخامه التانية،
فهمسحها بقى كده كويس. وكمان مسحت السيراميك ومسحت التلاجة من الجنب كلها معايا كده بالمره. وكمان مسحت الميكرويف او الفرن، هو مش ميكرويف هو فرن، مسحته برده كويس قوي من بره ومن جوه. هبدا بقى ارجع كده كل حاجه مكانها. بصوا طقم السكاكين بقى بيلمع برده، مسحته. هغير بقى شويه كده في الراسته، احطهم كده جنب بعض، واحط الصواني والبرطمانات السكر والشاي كده على جنب اهو كده زي ما انتوا شايفين. هحط بقى الفوزه وكده يبقى خلاص الجنب دوت. فاضل لي بقى كده العلبه دي بقى. بصوا اي حاجه من جواها بتلاقيها فيها، تلاقي فيها لو فيها شيبسي، كيكه، بسكوت، حاجات الحضانه بتاعت العيال، اندومي، اي حاجه في ايدي تلاقيها بتترمى فيها. فكانت مكركبه قوي، فقلت بقى افضيها كده واغسلها. كان فيها بص بواقي شيبسي وحاجات كده غريبه. الحاجات السودا دي بتاعت كنت جايبه كروكس ليا يعني، وتفك بيبقى في حته تتلبس في الرجل من ورا كده، بتبقى مقفوله بكباسين سودا كده فاتفكت، فحطيتهم برضو هنا. خلاص بقى غسلتها. ابدا ارص بقى الحاجات اللي عندي دي، وكده خلاص خلصت. هبدا بقى اعمل ارض. طبعا السجاده ما كانتش نظيفه من العيد، وكمان وقع عليها مني امبارح طبيخ ومسحته، فطبعا بقى فقلت لا انا هلمها بقى كده واحطها على جنب دلوقتي لحد ما اغسلها، وهفرش واحده تانية. انا عندي واحده تانية غيار يعني، فايه ببدل دي مع دي. شلتها كده ونفضتها كويس، وهدخلها بقى كده اركنها على جنب دلوقتي. وهبدا اجيب المكنسه واكنس الارض. هكنسها كويس قوي زي ما قلت لكم. عملت ورا التلاجة ورا البوتاجاز وورا الغسالة. واصلا السيراميك كان تحتها نضيف يعني، ما كانش فيه تراب ولا كان متبهدل قوي، لان انا دايما بعملها بالمكنسه بالكهرباء فما بتكومش تحتيها حاجه. فالحاجات التراب اللي طلع بس كان من تحت البوتاجاز، من الجنب كده من عند التلاجة. شلت برضو التربو ده وعملته وراه برضو، كنست كده وراه. هلم بقى التراب كده على جنب، واجيب بقى الجردل بتاعي وهوريكم انا بحط فيه ايه وانا بسيح. تمام. جبت كده جردل الشرشوبه، حطيت فيه ميه. ده بحطه ديتول ليمون. انا بجيب الديتول من عند بتاع المنظفات، اسمه ديتول ليمون، ديتول بالليمون. بيبقى ريحته حلوه قوي، ريحته قويه قوي كده، وبينضف الارض قوي. وهحط عليه معطر بتاع فريده ده اللي هو بتاع الارضيات. تمام. احط كده شويه حلوين. عايزه اقولك بقى سيقي بالحاجات اللي بقولك عليها او مسحي الارض بيها. عايزه اقولك الارض بيبقى ريحتها حلوه فتره طويله، يعني بتقعد فتره طويله كده ريحتها حلوه، تحس كده ان انت نضفتي، تحسي بتعبك كده. فهبدا بقى كده امسح الارض كويس قوي، ومسحت تحت البوتاجاز كمان معايا. وكده خلاص خلصت، وسبت بقى الارض تنشف. وجبت بقى السجاده التانية اللي بقولكم عليها، دي السجاده اللي هي الخفيف، اللي هو بديل السجاده الخفيف ده. فدي حلوه يعني، دي لو اتبهدلت مني في اي وقت باخدها بحطها في الغساله على طول، يعني بتبقى زي الفل، وهي اصلا صغيره مش كبيره. بدات بقى اظبطها كده في الارض. طبعا في حته كده تدخل تحت التلاجة فشلتها وعملتها. وبس كده. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. يا ريت تشجعوني بلايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم الحلوه، واشتركوا في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي. واشوفكم في فيديوهات جايه على خير، ومع السلامه حبايب قلبي، في حفظ الله ورعايته.